في عالم الفن في أصوات كتير نجحت واختفت، لكن قليل جدا اللي قدر يفضل ثابت ويعيش مع كل جيل. واحد من الأصوات دي هو هاني شاكر، أو زي ما الناس بتحب تسميه أمير الغناء العربي. إيه هي قصة النجم هاني شاكر؟ تعالوا نعرف الحكاية. اتولد سنة 1952 في القاهرة، ومن وهو صغير كان واضح إن عنده موهبة مختلفة. دخل معهد الكونسرفاتوار وتعلم الموسيقى بشكل أكاديمي، وده اللي خلاه مش بس مطرب لكن فنان فهم كل تفصيلة في صوته. وأول خطوة حقيقية ليه كانت لحظة مهمة جدا لما وقف يغني جنب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ومن هنا الناس بدأت تاخد بالها من الصوت الجديد ده. في البداية اتقارن بعبد الحليم، لكن هو قدر يثبت إنه مش نسخة بل حالة خاصة. بدأت رحلته الحقيقية في السبعينات، لكن النجاح الكبير كان في الثمانينات والتسعينات لما قدم أغاني رومانسية بقت علامة في تاريخ الغناء العربي، زي انتي لسه بتسألي، هو اللي اختار، نسيانك صعب أكيد، لو بتحب حقيقي صحيح. ومع الوقت بقى صوت الحب وصوت الإحساس، واستحق لقب أمير الغناء العربي. لكن بعيدا عن الشهرة كان في قصة تانية، قصة إنسان بيحب. هاني شاكر اتجوز من نهلة توفيق، وقصة حبهم كانت بسيطة جدا بعيدة عن الأضواء والضجيج، مش زي قصص الفنانين اللي مليانة مشاكل. كانت علاقة هادية مستقرة قائمة على الدعم الحقيقي. ومرت سنين وخلفوا أولاد، وكان بيحاول دايما يفصل بين حياته الفنية وحياته كأب وزوج. لكن الحياة مش دايما بتمشي زي ما احنا عايزين. في واحدة من أقصى اللحظات فقد بنته دينا بعد صراع مع المرض. الصدمة دي كانت كفيلة انها تكسر اي انسان، لكن هو قرر يكمل. رجع يغني، لكن المرة دي بصوت فيه وجع حقيقي. ومع الوقت دخل مرحلة جديدة لما بقى نقيب المهن الموسيقية سنة 2015، وكان ليه قرارات جريئة جدا، ودخل في صدامات كتير علشان يحافظ على شكل الأغنية اللي هو مؤمن بيها. ناس اختلفت معاه، لكن محدش قدر ينكر انه دايما بيتكلم من منطلق حب الفن. وبرغم كل السنين وبرغم التغيرات في شكل الموسيقى فضل صوته موجود، نفس الإحساس نفس الرومانسية، بس بخبرة سنين طويلة. في الفترة الأخيرة ظهرت أخبار عن تعبه، وحتى لو التفاصيل مش واضحة بالكامل، الحقيقة الوحيدة انه فنان بالحجم ده ليه مكانة كبيرة جدا في قلوبنا. هاني شاكر مش بس صوت حب، ده صوت عاش معانا في كل لحظة، في الفرح، في الحنين، في الوجع. وعلشان كده لو في يوم أغنية ليه لمستك أو حسيت ان صوته يشبهك، فأقل حاجة نقدر نعملها دلوقتي اننا ندعيله ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة ويرجع لنا بصوته اللي عمره ما غاب. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر أغنية بتحبوها لأمير الغناء العربي هاني شاكر.